ويمكن بعضكم يعرف السالفة. الزبدة كنت ماشي على طريق الإمام في الرياض الساعة يمكن 10 الليل، وأوطالي حفرة في الطريق. وأول ما وطيت الحفرة أنفق على الكفر وأنكسر الجنط وضرب المساعد وعمود التوازن للسيارة. كلفت السيارة تقريبا 18,000 ريال. كلمت المرور لحظتها ورفعت بلاغ على صدم جسم ثابت. جاني العسكري قال يا رجال وش تبلغ؟ قلت يا اخي ارفع البلاغ ما عليك، وقلنا حط خصمك. قلت حط خصمي هذا الشركه اللي صلحت هذا الشارع. رفع البلاغ، طبعا السياره ما كان عليها تمين. رفع البلاغ وراح للمرور، والمرور حولوني على وحده تنسيق المتابعه في البلديه على اساس يطلعون الشركه اللي صلحت الحادث. عشان اخسر الطريق طلعت مباشره لاداره الشركه اللي صلحوا الحفره، اللي صلحوا الشارع. وصلت كان المدير لبناني. دخلت وبينت له، قلت له ان صار حادث كذا، انتم سببتوا الحادث، ودي الله يعطيك العافيه اخسر الطريق واخذ التعويض قبل لا تطلع الاجراءات الحكوميه، يعني بنحلها ودي. وانا اتكلم ما كان معطيني وجه، كان معطي وضعيه اللي كذا وحاط نظاره على خشمه ويطالع يناظر زين انه ناظر. احترامي للبنانيين كلهم على عيني وراسي، الا هذاك الشخص ما كان يمثل نفسه. خلص كلامي رفع راسه وقال لي شو المطلوب؟ قلت المطلوب التعويض ولا ثواب، يعني بتضطر اداره المرور انها تقفل تراخيصكم. قال شو؟ انت مشان مبلغ تعويض 18,000 توقف لي مشاريع مع الدولي ب 100 مليون مشان هيك؟ روح 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 برا. اطلع من عنده سيده واطلع المرور وادخل عند الموظف اللي كان جالس على الحاسب الاهلي. قلت له اللبناني يقول كيت 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 كيت. قالوا شو؟ خذ الورقه بس وقعها من المدير وتعال. الورقه كان فيها طبعا طلب انه ايقاف تراخيص الشركه هذه الحين سداد مستحقات التعويض. قال لي خذ الورقه وراح عطها لبناني وقل له ال 100 مليون حقوق الناس ما هي بلعبه. اسبوع بالضبط جانا اتصال من اداره شركه المقاولات، قالوا ترى ان التراخيص تعطلت عشان تعويض مدري ايش، وش رايك نعطيك 5,000 بس وتمشي؟ قلت معصي 18,000 ريال تنقه ريال ينطح ريال، عاد الله بعد. اسلوبه ذاك اليوم كان مستفز، يعني لو تشوفونه شلون كان قاعد يتكلم معي. وبعد يومين تقريبا كلموني المرور قالوا لي ترى مبلغ 18,000 ريال تعويض حادث الحفره اللي وطيته على طريق الامام جاهز، تعال استلمه. مشكلة كثير منه ما يعرف شلون ياخذ حقه، يعني ياما وياما حقوق. طيب مين كان يتصور انه اذا وطيت حفرة في الشارع ممكن يجيك تعويض من الشركة؟ زبد السالفة اذا لك حق لو انه ريال، وبالذات اذا طلع من الاشكال اللي قاعدين يتبعون مرارة، والله لا اطلع منهم لو طلعت الروح. ويا دار ما دخلك شر، اخذت دراهمك واخذت اجر هالحفرة اللي سديتها عشان المسلمين ما يطيحون فيها.